حنا كنديروا المرقه البايته، المرقه البيضاء، كنديروا سكران طايح في الدروج. تعرفتوا بالقفطان المغربي؟ لا يا اختي، القفطان ديالنا جزائري. بحال دابا نتوما في تونس ماشي كلشي يصوت على قيس، حنا في الجزائر كلشي ضد التبون. هما لا، الشعب المغربي كله مع الملك ديالو، حيت عندهم في الشعار ديالهم في البلاد ديالهم في المغرب، عندهم الشعار سميتو الله الوطن الملك. الشعب يحب الملك، وذاك الملك كيبني البلاد. حنا تبون ما تيبني لنا والو. كنا لا، اول ما يحضر باسبوري اول دوله نزورها الجزائر اكيد. بابك اختي غتجي نتهلاو فيك. كل شباطل عندنا الحمد لله، كل شباطل الحمد لله. الحمد لله، بلاد زوينه والجزائر جنه فوق الارض الحمد لله. مرحبا بك عندنا. ناس طيبين الجزائر وناس رجله، يعني معروفين بالرجله. هذاك الشيء كيدوي على رجلاهم. ما ناس الله يعمرها دار وتجي غير تعيشي عندنا وتمشي لقسنطينه، تمشي لعنابه، واخا هي ديالكم في الاصل، ولكن الحمد لله غتمشي عند خوتك باذن الله. مرحبا بك. منين في تونس؟ الناس مغرب ياسر باهيين زادا. لا ما كنحملهمش، تعيش معاهم اختي. لا 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 لا، ولا حتى كل البشر مادام مسلم يقول لا اله الا الله مادام محبوب. لا المغاربه، لا المغاربه شويه بيزار. لا لا، علاش اختي علاش؟ خاطر احنا كنا مسلمين، سواء جزائري سواء مغربي سواء ليبي سواء اي من دوله عربيه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني خونا في الاسلام. في الجزائر ماشي كلنا مسلمين، حنا باقين عندنا التماثيل والاصنام. عادي، حتى في تونس ثم في جربه يعني فما. وحنا راه عندنا ديك الاصنام كثار في الشارع. كيفاش؟ عندنا التماثيل، كتبي تمثال في وهران، تمثال قسنطينه، عندنا التماثيل في الشارع حنايا. نتوما ما عندكمش. ما هو شو فما عبيد مازلت عايشه في واقع اخر وفي بيت اخر لا علينا فيه، ما يمنعش اللي تم البي والخايف في كل مكان. الحمد لله. لا الخير، شوف انا كنقول لك حنا بلادنا في الجزائر زوينه الحمد لله، بلادنا زوينه. نفتحوا جوله الا بغيتي نفتحوا جوله اختي. ميساج مرحبا بك والله على عيني وراسي. فتحي، انا راه حيت ما كنعرفش نفتح جوله. فتحي جوله. مرحبا بك اختي. قلت لك اختي حنا في الجزائر الحمد لله ناس طيبين والدوله متقدمه والحمد لله، ولكن هذه المساله ديال الاصنام حنا عاد كنراجعوا فيها شي شويه ديال التماثيل في الشارع، ولكن عادي زعما هذا الشيء. نتوما ما عندكمش في تونس؟ مش مع شوف ما بلايص مختصين معناها مثلا في جربه انا ما نسمعش بها، يقولوا فيها ياسر مسيح معناها، والمسيح اكيد معناها ما ثم عبيد. ماشي، لا كنهضر على الاصنام، تمثال في الشارع، تماثيل في الشارع في الشوارع، يعني يعبدوا الاصنام هكا قصدي. لا 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 الاصنام كاين. كتعرفي الاصنام؟ اي عندك تليفون ثاني؟ عندك تليفون ثاني؟ اي عندي. كتبي تمثال وهران مثلا، مدينه وهران مدينه عندنا اقتصاديه كبيره، مدينه وهران اكبر المدن الجزائريه الحمد لله اللي عندنا. ديري تمثال مدينه وهران باش تشوفي يعني على ماذا اتكلم. والحمد لله احنا بلادنا زوينه في الجزائر. شفتي التمثال كي داير؟ الحمد لله. عندنا منهم في تونس. لا انتوما حيت عندكم قيس داك الشيء علاش؟ لا عندنا منهم قدم يعني. حتى انتوما عندكم التماثيل بزاف. هذوما كان يجوا في نص الشوارع. هما هذوك في تونس فما مثلا فما برشا اصنام في تونس حاطينهم هكاك يعني. الله يكون معكم. ولكن انتوما معروفين دوله متفتحه. الحمد لله مش دولة متفتحة، الحمد لله. معناها في اشخاص احنا مثلا نعيشوا في الريف، برشا عباد يعيشوا في المدينة كل شيء عندهم عادي، بس احنا في الريف كل شيء عندنا يعني بعيدين عليه. واش عايشه في الريف ولا في تونس؟ انا عايشة في الريف نتاع تونس مش في الريف زعما العروبية القرية. صحابني الريف. حيت الريف كاين عند المغرب، جا هما عندهم شي ريف قال لك. احنا عندنا الريف، انا ساكنة في مدينة ريفية، انت المهم تدخل تشوف معناها. طيب وخصك تجي عندنا الجزائر ان شاء الله باذن الله. حنا راه قرابين لكم، عنابه راه حداكم ما بعيداش عليكم بزاف. عنابه وقسنطينه واخا هي بون. حنا الناس ديالنا ديال الشرق الجزائري عنابه وقسنطينه كيهضروا بحال الجزائر، بحال التوانسه، لانه في الاصل الاراضي هذيك كانت تابعه لتونس، ولكن الحمد لله ديناها في واحد الوقت الحمد لله. ما شاء الله عليك، انت ياسر مثقف وتعرف تحكي والله. الله يحفظك اختي الله يحفظك. هذوك ديناهم بكري خلاتهم لنا فرنسا. الله يحفظك ولا نحسك معنا ما شاء الله. الله يحفظك. وانت اش كديري في العمل اختي؟ ولا احنا في بيتنا نشتغل، يعني في اشخاص يجيبوا لنا هكا شغل في بيتنا ونشتغلوا في بيتنا. الله يسهل عليك. بون كوراج بون كوراج. وشوف انا تعجبني الهريسه التونسيه. واحنا نخدموا الهريسه. كتخدمي الهريسه في الدار؟
اي كنخدموا معناها ثم راجل يجيب لنا معناها شكاره ما نعرفش شنو بتقول عليه انتم، علب كبار بالفلفل، واحنا الفلفل نحوا الراس نتاع الجدر، اي ونرجعوا للمكانه وهو يهز. لا الريوس ما تجبديهمش، اش من راس كتحيدوا؟ اي كتحيدوا ليها الراس الفلفله. اي واش كديروا بهم؟ ليه يهزهم من الراجل هذو يجيبوا لنا نشتغلوهم، وبعدين هو يهزهم يعني يخلصنا فلوس ويهزهم. يخلصكم باش يدي الراس؟ ليه باش يدي الجدر، احنا ننظفوهم، معناها هو يجيبهم لنا وسخين، احنا ننظفوهم ونرجعوهم لبقعتهم. استغفر الله العظيم. وتاكلوا داكشي الهريسه تاكلوها؟ انت ما فهمتني يمكن فاش نحكي، حسن ما تفهمنيش. لا واش دابا كيجيب لكم الفلفله وكطيروا ليها اللعيبه وكديروا كيفاش كتديروها في الخل؟ ليه ما نديروهاش، هذا يجيب لنا نشتغلوها معناها هو بعدين يهزها ويرحاها يعني كيطحنها. هاي اوكي بعدين يبيع للعباد بالجرو معناها المطاعم الكبار. انا يلاه سالت لي واحد التوب ديال الهريسه، جابتها لي واحد السيده نيت من تونس. يلاه سالي واحد التوب اصفر ومكتوب بالاحمر، توب يعني ديال الهريسه، هريسه تونسيه. فهمتك، جابت لك التيب ولكن هي ما حراش بزاف. مش حلوه معناها، هي نورمالي جابت لك الحكه، فما في حكه يبيعوها في تونس ورخيصه مش غاليه. وما تديروا طاجين؟ اكيد. طاجين باش كديروه؟ باللحم او بالدجاج او كيفاش كديروا له الطاجين؟ كيفاش معناها كيفاش يطيب ولا كيفاش شنو؟ كيفاش طيبوا الطاجين؟ يعني هي كلمه مش حلوه عندك. لا عادي شنو هي؟ عادي طاجين عادي معناها بطاطا وفرماج، نصور كيفكم انتم تطيبوه بالضبط. بطاطا والفرماج؟ الفرماج والبطاطا وبرشا حاجات يعني برشا اشياء، مثلا عظام. ما شاء الله ما شاء الله. بيض. هذا الطاجين ديال البطاطا والفرماج. واش طاجين ديال البطاطا والفرماج؟ قول لي خصك ضروري تجي عندنا الجزائر، ماشي ضروري طيب لنا الطاجين هذا. والله انت شو بتسوي فيه؟ اوكي لا حنا كنديروا المرقه البايته، المرقه البيضاء، كنديروا سكران طايح في الدروج، ندفي في حجر مو، هادو كلهم ماكله عندنا كتكال، ولكن خصك ضروري تاكلي واحد السكران طايح في الدروج. شو معناها فهمتيش؟ ولا واحد المزفت، ماشي مزفت، الزفيطي، كتبي الزفيطي عندك تما، كتبي في التليفون الفاء والطاوليه. شوفي المأكولات الجزائريات ما شاء الله، الخير موجود. ديري الزفيطي. شوفي انا نعطيك هنا شيء من الاشياء الجزائريه الحمد لله، وحنا راه فخور بجزائريتي، انا ما نخنش لا. يا ولا محليه كيفاش يتصنعوا؟ زفيطي سميتو زفيطي هذاك. أيوة. كنشدوا الخبز وندقوه ونزيدوا معاه فلفله ومطيشه والملح ودقوه. هذه أكلة أساسية يعني طيبوها في الأسبوع كامل. هذه الأكلة الأساسية عندنا هو الفول، هي اللوبيا هي الأكلة الأساسية. هذا كنديروه مقبلات، هذا ديال العشاء. أما الغداء عندنا اللوبيا ضروري. نهار لوبيا نهار عدس، نهار لوبيا نهار عدس، نهار لوبيا نهار عدس، وفي العشية كنتعشاو بالزفيطي. كيف نحن حتى احنا نطيبوا لوبيا يعني كل نهار؟ ليه مش كل نهار، يوم في الأسبوع أو يومين يعني. باقي نطيبوا مكرونة مرقة. مرقة كطيبوها صفرا نتوما؟ نو نطيبوها مش صفرا عادي حمراء. أي احنا عندنا المرقة البيضاء. كتبي المرقة البيضاء، كتبيها في التليفون، المرقة البيضاء في الجزائر. الله. ياي ما محليها سيدا. يولي أول مرة نشوفكم يعني. وكتبي شنو الحلويات اللي عندكم نتوما؟ احنا الحلويات عندنا المقروض، عندنا عندنا الخرافش. لا المقروض ديالنا احنا في الجزائر. ما هو القيروين مش معروفة، القيروين معروفة بالمقروض. لا اختي المقروض ديالنا احنا في الجزائر.
والله. مقروق ديالنا. واليايو. شنو هو؟ يايو. يويو. اي يويو. يويو ما عرفتوش، كنعرف يويو داك كيطلع ويهبط. اليويو تجي دورة، لا تجي فيها العسل. اوكي نعطيك. شوفي سكران طايح في الدروج، ما ربنا يكون عندكم بحال وانتم في تونس. شنو هو؟ كران طايح في الدروج. شو معناها هذه؟ يا ودي غير غتشوفيها تعرفيها، غتعجبك بنينه. نكتبها. بسكران طايح في الدروج. هادشي من هذا كنعطيك دابا داكشي الزوين عندنا في الجزائر. والله هي موجود سكرين طايح في الدروج. هذا لحم مش حلوة. لا زوين بنين. وصفة العازمة بكل خطواتها وأسرارها. لا ديري جوله اختي، ديري جوله الله يرضي عليك. والله هي أكلة حلوة مبين فيها. نزيدك حاجه اخرى، ديري مومو في حجر مو. هذه أكلات هيك اسمها. كتبي، انا غنقول وانت قولي الله اعلم وكتبي. قولي لي هذه اش كتسميوها عندكم نتوما؟ مومو في حجر مو. سلطة مشوية. بطا هي هذيك، حنا كنسميوها مومو في حجر مو. هادشي عادي زعما عندنا الحمد لله، ولكن حنا راه ما تنسايش حنا راه من ألذ الاطباق في العالم في الجزائر. زينين طيبين ما شاء الله، معناها ما شاء الله معناها. لا الحمد لله، وحنا المطبخ الجزائري تقريبا المطبخ في العالم حنا الثالثين واقيلا ولا الرابعين احسن طبخ. قالوا لي راهو يسب لي ودي موجود الاكلات اصلا نكتب في اليوتيوب ويطلعوا لي. واش طلعوا لك ولا ما طلعوش لك؟ طلعوا لي. ولا اله الا الله. وخصني ان شاء الله ندير لكم انا شي زياره لتونس باذن الله. تونس زوينه، تونس والله مرحبا بيك في تونس، يحطوك على عينهم وراسهم. تونس بلد ناس مثقفين، بلد الحضاره. نتوما شوف، نتوما والمغاربه نتوما راكم امه راه معروفين. كاين القيروان وكاين القرويين، واخا حنا ما عندنا والو. حنا عندنا نتوما عندكم القيروان. القيروان جامع مسجد، والمغاربه عندهم القرويين جامعه يدرسوا فيها. اقدم جامعه في التاريخ سميتها القيروان عندهم، قديمه بكري. قيروان معروف بجامع عقبة ابن نافع، اكبر جامعه في تونس واقدم جامعه في تونس. احنا عندنا سيد الهواري، كتبي سيد الهواري في مدينه وهران، كتبي سيد الهواري. حنا من لا كتبي غير سيد الهواري وهران. هذا تنقول لك هادشي من المآثر التاريخيه. سيدي الهواري وهران. سيدي الهواري وهران من الاثار. ما شاء الله، والله انت ثقافتك ما شاء الله. الحمد لله. لا عندنا الحمد لله. احنا عندنا شوف الحمد لله كل شيء موجود الحمد لله في الجزائر. الحمد لله، هذا هو اللي زوين. النظام ديالنا موفر لنا كلش باطل، كلش الحمد لله. انتم عندكم الغاز باطل في الجزائر في تونس؟ الغاز يعني الغاز مش موجود الايامات هذه في تونس. انتم علاش ما كيعطيوكمش تبون الرئيس ديالنا ما كيعطيكمش الغاز؟ لا ما نعرف. انتم مساكنه، انتم حيت عندكم الازمه الاقتصاديه هذه سنوات دابا. وي ان شاء الله يكون معكم. شوف تونس الخضراء كانت زوينه وغتبقى زوينه بوغوصه. يعيشك والله يا طيب، ربي يرزقك والله. الله يحفظك. غير هو ان شاء الله هذا الصيف انا عوال نمشي للمغرب، لان كيعاودوا عليه اجمل بلد تقريبا في العالم. المغرب المغاربه ان شاء الله.